هاكر يقدر يكسر الباسورد بتاعك في قد ايه؟ ممكن ثانيه ولا ثانيتين، 10 ثواني او دقيقه ولا دقيقتين، ولا ممكن يكون عمر الكون كله. اول طريقه بيقدر يستخدمها اي هاكر حتى لو كان مبتدئ طريقه اسمها بروت فورس اتاك. لان الهاكر اول حاجه بيستخدم سوفت وير. السوفت وير ده فكرته بيبدا يجرب احتمالات الباسورد الممكنه لحد ما يقدر يوصل للباسورد الصح. ولما بيوصل للباسورد الصح بيقدر يفتح الاكونت بتاعك. يعني لو كان الباسورد بتاعك هو احمد 12، احمد 12 مكون من 7 حروف وارقام، يعني 36 احتمال، 10 ارقام و26 حرف، وبالتالي هتيجي تحسب الاحتماليه هو 36 باور 7 هيدينا الرقم اللي قدامك ده 78 مليون. يعني لو الاتاكر معاه جهاز كمبيوتر متواضع جدا بيقدر يعمل مليون احتمال في الثانيه، وده طبعا رقم صغير جدا بالنسبه لاي جهاز كمبيوتر. ده معناه ان الاتاكر في خلال 78 ثانيه بالظبط هيكون قدر يوصل للباسورد بتاعك. لكن لو استخدمت باسورد زي اللي موجود قدامك دوت ومكون من حروف كابيتال وحروف سمول وكمان ارقام وكمان سبيشال كاركتر، ده معناه ان انت هتعمل 94 احتمال لكل خانه. ولو كمان زودت لينس الباسورد فخليته زي اللي قدامك ده 18 اليمنت، بالتالي انت هتحتاج تعمل معادله عشان تقدر تعرف عدد الاحتمالات اللي هتستخدمها الهاكر، هي هتبقى 94 باور 18. ولو الاتاكر معاه سوبر كمبيوتر بيقدر يجرب مليار محاوله في الثانيه، هيحتاج وقت 15 وقدامه 21 صفر سنه، يعني اكبر من عمر الكون باضعاف. من الاخر عشان تحمي نفسك واحد خليك فوق ال 12 حرف، استخدم كل انواع الرموز، ما تخليش كل حساباتك بنفس الباسورد. اما بقى لو عايز تولد باسورد قوي ففي اداه اسمها باسورد جنريتور دوت نت، فممكن اسيب لك اللينك بتاعها في البايو او في اول كومنت. الخلاصه الاتاكر مش ساحر، بس انت برضه ما تبقاش سهل.